شغلتي الأساسية مغسلة أموات، واللي أنا شفته في اليوم ده وأنا بغسل البنت العشرينية عمر ما كنت أتوقع إن أنا أشوفه. ولما ندهت أختها الكبيرة علشان أعرف إيه السبب ورا اللي حصل، قالت لي المفاجأة والمصيبة والكارثة اللي عمر ما كنت أتوقع إني أسمعها في يوم من الأيام. طبعا قبل ما أكمل حكايتي وأقول لكم إيه اللي أنا شفته وإيه اللي حصل، لا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا اشتغلت مغسلة في مستشفى، وطبعا قبل ما استلم وظيفتي في المستشفى كنت شغالة كده على الضيق، يعني جيراني أحبابي معارفي الناس اللي عارفة إن أنا شغالة في الشغلانة دي هم اللي كانوا بيبعتوني. وطبعا الشغلانة دي أنا كنت بحبها جدا لاني حاسه اني بعمل خير وقريبه من ربنا. وطبعا الموضوع كله على بعضه بغض النظر اني باخد فلوس بيبقى بالنسبه لي عظه. ويوم ما استلمت شغلي في المستشفى بدات اسمع حاجات غريبه من الناس اللي كانت شغاله قبلي، ومن ضمنهم المساعده بتاعتي قعدت تحكي لي